ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعضينا دجاج كنتاكي في البيت بكل سهوله، وكمان هيبقى افضل من المحلات كمان، والطبقه بتاعته مقرمشه ولذيذه. واهم حاجه كمان ان هو سهل جدا ولازم تجربوه. المقادير بتاعته بسيطه جدا، ونقول بسم الله. عندي هنا دقيق، وعندي كيلو اجنحه مقطعاه منضفه كويس ومقطعاه قطعتين، الجناح مقطعاه اتنين. وعندي 3 معالق مستردة. والبهارات بتاعتي عندي فلفل، وعندي كركم، ومعلقه كبيره بيكنج باودر وملح وتوم باودر وبصل باودر وبهارات. ودي الأجنحة أنا غسلاها كويس ومقطعاها، طبعا عاملاها بالليمون والخل، و3 معالق مستردة، وطبعا المية عشان هعمل بيها الخليط اللي أنا هعمله. هبدأ أضيف البهارات اللي عندي ومعلقة البيكنج باودر والملح وكله على دي وأقلبهم. المستردة هنا اختياري، لو انتي عايزة تحطيها حطيها، هي بتدي طعم حلو، وكمان بتساعد على اللون اللي هو الأصفر الفاتح ده الجميل. لو انتي مش عايزة تحطيها ما تحطهاش براحتك. بس انا مش هحط عليها دلوقتي، انا هحط المية الأول. انا بضيف ميه شويه بشويه لحد ما اشوف الخليط اللي انا عايزاه السمك بتاعه. بقلب كويس. ده كده سمك الخليط اللي انا عايزاه. هبدأ اضيف بقى المستردة. هي بتدي طعم حلو جدا. وهبدأ انزل بقى الاجنحة بتاعتي اللي انا غسلاها كويس، هبدأ انزلها. وكل ما بتقعدي الاجنحة او اي حاجة انت هتعمليها في الخليط دوت في التلاجة، مثلا عملتيها من بالليل بتدي طعم احلى كمان، اللي بتبقى شربت التتبيلة خالص. بس انا هعملها النهارده، فهعملها واسيبها 3 ساعات في التلاجة. بس عايزاكم تجربوها هتعجبكم قوي. هقلبهم كويس عشان الاجنحه تشرب الخليط خالص. وهشيلها في التلاجة لمدة 3 ساعات. واكون هنا بقى مجهزه دقيق تاني عندي، عشان انا طبعا هطلع من الخليط. وبرده البهارات بتاعتي برضو بحط معلقه بيكنج باودر، والبهارات بتاعتي كركم وملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر. هضيفهم على الدقيق واقلبهم كويس. بعد ما قلبتهم كويس هبدأ اطلع من الخليط ده اللي انا عاملاه، وهنزله على الدقيق. هبدأ اشربه من الدقيق كويس قوي لحد ما تبقى معاكم زي كده. وتكوني طبعا مجهزة عندك الطاسة على النار وفيها زيت غزير. يكون الزيت سخن. انا كده عملت الكمية كلها. هبدأ بقى اقليها. انا كده مجهزة الطاسة بتاعتي، الزيت سخن زي ما انتم شايفين كده. هبدأ احط الاجنحة. وما تحطيش كتير عشان تعرفي تتحكمي ان انت تقلبيها كويس.
انت ممكن شوية كده وتوطي عليها بحيث ان الاجنحة تستوي معاكي. بس عايزاكم لو الفيديو عجبكم ياريت تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير للفيديو، وكمان كومنت حلو زيكم. هي بدأت تحمر اهي من تحت، هبدأ اقلبها بقى. شايفين لونها عامل ازاي؟ هبدأ بقى اطلعهم. بتصفيها طبعا كويس، وهحط تاني في الطاسة برضو. هحمر الكمية كلها واوريها لكم. وده لونها بعد ما خلصت، وشوفوا عاملة ازاي، جميلة جدا ومقرمشة. بجد بجد طعمها جميل جدا، وزي كنتاكي بالظبط واحلى كمان. حاجة نضيفة انت عاملاها بايديكي، وهتعجبك وهتعجب اولادك. وشكرا للمشاهدة.